قبل شهر بصحى على إنذار أو سترايك على اليوتيوب، مو من CNN، مو من BBC، من موقع إخباري مصري اسمه مصراوي. يا جماعة تعرفوا إن الإنذار كان بسبب 7 ثواني بس من فيديو؟ طيب خليني أحكي لكم بالضبط شو صار معي. نزلت قبل شهر فيديو على اليوتيوب عن توفيق عكاشة بقناتي الأولى، اللي بتابعني هونيك بيعرف هي قناة عن تجميع لآراء الناس. المهم حطيت تجميع لآراء الناس على مقابلة عملها توفيق عكاشة مع موقع مصراوي. استخدمت بس 7 ثواني من المقابلة. كالعادة تعرفوني كمان دايما أنا حريصة أنه حط اسم الموقع أو اسم المصدر بشكل واضح جدا بالفيديو. المهم بصحى وبشوف إنذار، يعني اللي عنده قناة على اليوتيوب بيعرف انه السترايك او الانذار او البلاغ يعني شيء جدي جدا، يعني القناة حرفيا مهددة انها تتسكر اذا اجت انذارين كمان. المهم مصراوي حذفوا لي الفيديو من اليوتيوب مباشرة واعطوني بلاغ حقوق نشر، مو تحذير، مو رسالة، مو محاولة تواصل قبل الحذف، هيك بلاغ مباشر وخلص. أكيد شو بعمل؟ فوراً راسلتون، إيميل، إنستغرام، حتى تيك توك إذا بدكم. شوفوا الرسالة، شوفوا النص كاملاً شو كتبت بكل احترام واعتذرت حتى أنه أنا ماني شايفة حالي غلطانة أصلاً، والنتيجة لا رد ولا كلمة واحدة، صمت كامل وتجاهل. طيب تعرفوا شو الطريف بالموضوع؟ يعني أنا باخد مقاطع قصيرة من مواقع أخبار عالمية وحتى عربية يعني كتير، ودايما بذكر المصدر. ولا مرة يا جماعة، ولا مرة حدا عمل معي هيك شي. بس مصراوي على 7 ثواني بس قرروا انه هنن اهم من CNN والمواقع العالمية كلها. يعني موقع ما لقى وقت يرد على كلمة آسفة، بس بيحكي طول الوقت عن الصحافة وحرية الرأي وحق الجمهور بالمعرفة والتعبير. يعني واو. طيب هي مشكلتنا نحن كصناع محتوى على اليوتيوب، أكيد أنا مش الوحيدة اللي صار معها هيك مشكلة، كتير صناع محتوى خصوصا بالمنطقة العربية بيواجهوا نفس المشكلة. هي يا جماعة مش فيديو استعطاف أو شيء، لا هيدا فيديو خليني أقول فشة خلق، وفيديو لأي حدا، أي حدا عم يشتغل على اليوتيوب من صناع المحتوى وفكروا هيك غلطوا مثلي انه ياخذوا مقطع من مصراوي. انتبهوا ما تعملوا هيك شيء بليز، فورا انذار بوشكم. يعني مصادر اخباريه بتستخدم حقوق النشر مو لحمايه محتواها الفعلي، بل كأداة ضغط أو حتى يمكن انتقام على تغطية أو رأي يمكن ما عجبهم كتير. وكمان يمكن في مشكلة بالسوشيال ميديا نفسه أنه ما كتير بفرق تلقائيا أنه هي بس 7 ثواني يا جماعة 7 ثواني. فبس هيك قلت هيك لفضفت شوي، كل مرة بحكي شغلات يعني هيك جدية، اليوم أحكي شوي عن مشاكلي الخاصة مع موقع مصراوي. فما تنسوا اللايك والاشتراك ودعم القناة في حال يعني تسكر القناة الأولى، بس ما رح أغلط نفس الغلطة إن شاء الله، يعني أخذ من مواقع أخبارية. المهم قولوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا حدا صاير معه نفس القصة خبروني كمان بالتعليقات. وانتبهوا يا جماعة ما تاخذوا من موقع مصراوي انتبهوا. بشوفكم بالفيديو الجاي وسلام.